ايه رأيكم بقى في الكفتة الجامدة دي؟ مرنة ازاي وطرية وطعمها جميل جدا ما شاء الله اللهم بارك. طعمها بجد تحفة. جربوها مش هتندموا. إيه بسم الله ما شاء الله، اول مرة اعملها وتعجبني بصراحة كده. فيلا بينا بقى نشوف وصفة النهاردة ايه. حبايب قلبي في كل مكان، وحشتوني جدا جدا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. نبدأ فيديو جديد ويوم جديد، ونبدأ بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. صلوا على النبي حبيب قلبي ووحد الله كده. رمضان كريم. إيه ده بقى؟ تاني يوم رمضان الفطار بتاعي. انا اسفة ان انا مش بنزل فيديوهات على طول، بس ساعات مش بعرف اصور غصب عني. تمام. انا اول مره بصراحه اعمل الكفته بالطريقه دي وطلعت جميله جدا، زي ما شفتوا كده في اول فيديو. شكلها تحفه وبألف هنا يعني اللي كان. زي ما انتم شايفين بقى دلوقتي كان في عيش فينو في الفريزر، فرمت 3 ترغيف عيش كده وخليتهم على جنب لوحدهم. تمام. وحبيتين بطاطس وسط مبشورين، مش مسلوقة ولا حاجة، يا دوبك انا قشرتها وغسلتها وبشرتها. تمام. و3 حبات من البصل، وقطعة ليا، وحبة خضرة، وفلفل اخضر. دي المكونات بتاعتنا، وهنحتاج بيضة وكده. دول 350 جرام لحم اللي هو مش كامل نص كيلو. تمام. ودي قطعة اللي هي اهي. فانا بقى هحطهم افرمهم كده مع بعض. شلت العيش على جنب، هفرمهم لما ينعموا خالص. وهنرجع بقى ننزل حاجة حاجة كده ونفرمهم ان شاء الله، وتشوفوا النتيجة عاملة ايه. فلو انتوا بقى لسه جداد في القناة، اشتركوا وفعلوا الجرس علشان توصلكم كل جديد. ومتنسوش ما تنسوش يا حبايب قلبي اللايك الجميل بتاعكم. واللي يجربها يبقى يكتبلي في التعليقات واللي رأيه فيها ايه. بجد هتعجبكم جدا، طعمها كان خطير. ما انتوا لسه هتشوفوا التوابل اللي احنا هنحطها ايه. كفتة كفتة بجد يا جماعة. انا بحب فكرة الفطار في رمضان يكون حاجة تتاكل بعيش. انا عملتها وكانها بعيش، وكان في طحينة وسلطة وشيبسي، والحمد لله اليوم عدى. تمام. اهو انا حطيت بقى كل حاجة مع بعضها بعد ما فرمت اللحمة الاول. اللحمة كان فيها شوية كده يعني قطعة فيها حتة دهنة في اللحمة نفسها، فعشان كده مرضتش اكتر دهون غير حتة اللي انت شفتوها قطعة اللي هي دي. تمام. اهي وريتكم شكلها بعد ما اتفرم. هنزل بقى بالعيش اللي احنا طحناه في اول الفيديو خالص، وهنفرمهم بقى على اعلى سرعة. هي كده مفرومة بس هتلف مع بعضها كويس. او دي كفتة حاتي، خلطة كفتة جاهزة. هحط نص الكمية بتاعة الكيس، لان ده الكيلو. زي ما انتوا شايفين انا فرمة نص لحمة بس. بس انا حطيت نص كيس عشان بقية الحاجة اللي موجودة وكده. وشوية بيكنج باودر بتفتحها وبتخليها هشة وجميلة جدا. وبيضة بتديها قوام حلو قوي. ملمسها بيبقى طري وناعم، حتى بعد ما بتسويها بتبقى طرية. انا زودت بقى شوية فلفل اسمر علشان البيضة، والملح. ما حطيتش بهارات تاني ولا اي حاجة تاني. ما شاء الله ملحها كان مظبوط، محدش يقلق. كنت اول مرة احط ملح اصلا لحاجة وانا سايبه يطلع مظبوط كده. تمام. تحس ان الخلاط تقيل شوية بس كله تمام يعني، متقلقوش. ما شاء الله النوعية من الخلاطات دي جميلة جدا لو حد عايز يجيبها. حلوة قوي. هو توشيبا اللي هو، والله مش فاكرة اسمه اصلا ولا شركته. اللي هو اسمه ايه والله نسيت. اللي هو 38 وظيفة ده، اكيد انتوا عارفينه يعني. هو شفتوا بقى ملمسها طري وناعم ازاي. هقولكوا دلوقتي على حاجة انا كنت بجربها بس ما نفعتش. عندي كده عصاية بتاعت شماعة اصلا، ولدي كسرها مش شماعة، بس هي مغسولة ونضيفة ومحطوطة قدامي، فقلت اجرب ان اصبع عليها وانزل الكفتة من عليها كده. ما نفعش بصراحة، لان هي مخططة، مش ناعمة ان هي تطلع على طول. كان نفسي اعملها ان هي تبقى مفرغة من قلبها. تمام. مرضتش اعملها على معلقة لان المعالق اللي عندي من ورا عريضة. ايديها عريضة مش رفيعة، ومن قدام رفيعة فمش مظبوطة.
والأستاذ سيف مشرفني. تحبي ماما ولا بابا؟ طب وماما؟ لا ليه؟ حبي ماما. طيب ما علينا، خلي الموضوع ده بعدين. نعم. فيديو طعم ماما زي ما انتوا شايفين كده بقى. انا صبعتها بايدي بس عوزت ايدي زيت، كان جنبي كب الصفرة دي يمكن باينة في التصوير. عوزت ايدي زيت وبقيت اعمل كده بس بقى. صبعتها كانت جميلة جدا ما شاء الله، كانت تحفة بجد والله، عجبتنا قوي. هوريكم بقى ال 350 جرام لحمة دول طلعنا قد ايه انا وزنها. تمام، وزن طبق اللحم. فهوريكم طلع لنا كمية ما شاء الله جميلة، وما ضفناش يعني حاجة، كل حاجات موجودة في بيتنا عادي اهو. فانا بقى سبتها حوالي ساعة وبعد كده سويتها. انا بقى ما وريتكوش، انا كنت مفكرة الكاميرا مفتوحة انا بحط المية. انا مليت شفشة مية مغلية بس ما حطيتوش كله، هو بياخد رتل. انا حاطة يعتبر رتل الا ربع. انا بوريكم حجمه تاني. تمام. وبعد كده بقى دخلتها الفرن واتفرجوا بقى ما شاء الله تحفة. بس انا بعد ما شربت بقى ميتها كده واستوت سبتها نشفت شوية، وهتشوفوا شكلها دلوقتي برضو. انا كنت بوريكم مراحلها يعني بعد ما دخلتها الفرن تاني وطلعتها قلت اوريها لكم. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك، والصوابع حجمها زاق اهو. ايه رأيكم بقى في العسل ده؟ بجد ما شاء الله حلوة جدا جدا جدا. انا عملتها في الفرن وكنت خايفة لا تبقى ناشفة، فلقيتها ما شاء الله مرنة وطرية وجميلة. وبإذن الله جربوها هتعجبكم. أشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.